سرق الحلق من ودان طفله. تعالوا بينا نشوف الفيديو. كل ام بناشد انها تخلي بالها من اطفالها كويس، خصوصا اليومين دول. الراجل ده بيلعب على الاطفال الصغيره، بيقعد يضحك معاهم ومعاه مقص بيقص الحلقان من ودان كل الاطفال. قدامنا الفيديو هيوضح كده ان في طفل هو واخته قاعدين في الشارع، اتقابلوا على راجل كبير محدش عارف مين ده. الراجل ده معاه مقص، خد سرق الحلق بتاع الطفله دي. ناس كتير بيحصل معاها الموضوع ده، لكن من هنا كاميرات المراقبه وضحت الموضوع ده كويس. وانا بناشد كل ام كل ست بيت تخلي بالها من اطفالها كويس. كل يوم يا ست الكل تخلي بالك من بنتك كويس، راجعه البيت بالحلق ولا لا، لان الموضوع ده منتشر اليومين دول. ولحسن الحظ ان كان في كاميرات مراقبه صورت الموضوع ده، وبعرض لحضراتكم الحلقه دي عشان كل ام تخلي بالها كويس من اللي بيحصل ده. الراجل ده ساحب البنت وجاي، والبنت دي معاها اخوها طفلها طالع من المدرسه لابس الشنطه، قعدهم في جنب، جاب لهم باكو بسكوت او جاب لهم حاجه. المهم بيستدرج الاطفال دي عشان يسرق الحلق بتاع البنت. قعد البنت ناحيته وكان ساحبهم من ايديه، والراجل راح يشوف هيعمل ايه وهيحاول يسرق الحلق من ودن الطفله دي. الراجل بيحاول يبص كده هيبدأ ازاي ويشتغل ازاي. زي ما شايفين الطفل معاه شنطته في ازازة المية بتاعته، والطفل قعدت الناحية دي، فالراجل قعد جنبها وقاعد اهو بيجهز المقص اللي معاه، ولا بيجهز بيشوف هيقطع الحلق ده ازاي، وهنشوف مع بعض. وبيبص وراه. هنا في لقطة بينت وش الراجل زي ما احنا شايفين، بص في الكاميرا اهو، لكن هو مش واخد باله ان في كاميرا، هو دي عتبة. فقاعد يبص على الحلق كويس وبص في ودن البيت عشان يشوف الموضوع ده كويس، وشوف هيسرق ازاي. بصوا يا جماعه، يعني هو عينه كلها على اهو بيحاول يمد ايده، فالبنت حاولت يعني تعضه كده يعني هو بيحاول مش عارف يجيب يعني يسرق الحلقه ازاي. بيبتدي يضحك معاهم ويهزر معاهم، البنت بتبتسم له وبيتكلم معاهم يعني كلام عادي جدا. فيعني ممكن وارد اي بنت او اي طفله تفرح يعني بباكو بسكوت، او تفرح بكيس شيبسي، كيس شوكولاتايه، اي حاجه. يا ريت ننوع على الحته دي بالنسبه للاطفال. كل واحد يخلي باله من اطفاله كويس، وينوه ان مش اي حد يجيب لك باكو بسكوت تروحي معاه في اي حته. الراجل هو يا جماعه بيبص كده، بيتملى عينه من الحلق، وعايز يمد ايده اهو، بيقول لها ما اعرفش في ايه كده في ودنك او في حاجه، او بيحاول يمسكها من خدها. المهم يعني بيستدرجها، بيدار وشها. البنت كانت هتعضه زي ما شايفين اهو. اللحظه بقى اللي جايه بقى اهو، بص بيعمل ايه في الحلق اهو، بيحاول يعمل حاجه في الحلق كده. شفتوا اللقطه اللي فاتت دي. الموضوع مقلق، والموضوع يعني بصراحة يا ريت كلنا نخلي بالنا. بتاريخ 22/2/2024 يعني السنة دي يا جماعة، قطع في لحظة، قطع الحلق على دخلة الراجل ده ومشي. فالطفلة قاعدة طبعا مش واخدة بالها من أي حاجة، وهتتفاجئ أو تروح لأهلها تتفاجئ إن البنت كان في ودنها حلق. راح فين الله أعلم. يا ريت كلنا نخلي بالنا، ننوه على أطفالنا كويس يا جماعة. مش اي حد تمشي معاه، اي حد غريب يديكي باكو بسكوت او يديكي حاجه تشربيها، يا ريت بلاش الكلام ده. اطفالنا يا ريت ستات اللي قاعدين في البيوت ما نسيبش اطفالنا تروح المدرسه من غير ما حد كبير يكون معاهم. وفري على نفسك يا ست الكل ان ممكن يحصل موقف زي ده لبنتك، وروحي المدرسه، وصلي بنتك وتعالي. وصلي بنتك المدرسه الصبح وارجعي بيها اخر النهار، يعني تجيبيها من المدرسه وتوديها المدرسه حفاظا عليها من ممكن حاجه تحصل زي دي. اللي بيحصل ده يا جماعه حاجات مشكوكه فيها، ويعني ربنا عارفينها كلنا يا جماعه. انا يعني مش عايز اقلقكم عن الفيديوهات دي، لكن انا بنوه الفيديو ده بمثابه ان احنا نخلي بالنا من اطفالنا كويس. كل ام تخلي بالها من طفلتها كويس، وتقول لها ما تمشيش مع اي حد، ما تاخديش شوكولاته من اي حد، اوعى اي حد يديك اي حاجه تجري منه على طول، تخش محل تستخبي فيه، تستنجدي باي حد، ضابط مرور واقف تروحي تترمي في حضنه، عسكري شرطه واقف تروحي تقولوا له الحقني الراجل ده ماشي ورايا، او الراجل ده بيقول لي تعالي خدي بسكوت او اي حاجه. مفيش امان يا جماعه. فلازم كلنا نخلي بالنا من حاجه زي دي. كله يا جماعه يخلي باله من اطفاله. حبيت انوه على الفيديو ده على فكره حديث، لكن انا مش عايز يعني الموضوع يكبر زيادة عن اللزوم. يا ريت كلنا نشارك، وكل ام تخلي بالها من اولادها كويس. حفظنا الله يا جماعه، حفظنا الله واياكم.
واستنوني في فيديوهات تانية كتير على قناة حياتنا اليوم. بشكركم جدا وشكرا لكم وإلى اللقاء.